أهلا بيكم في فيديو جديد. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير وصحة وسعادة. في درس النهاردة هقدم ليكم مقارنة بشكل بسيط هنعرف منها الفرق بين كل زمن في اللغة الألمانية. يا رب الدرس يعجبكم والكل يستفيد. يلا بينا نبدأ. هنتعلم إزاي نفرق بين المضارع presence، الماضي البسيط präteritum، الماضي التام perfect، والمستقبل futur 1. لكل زمن هنشوف متى نستخدمه، كيف نصنعه، وجملة مثال عليه مع الترجمة. فهم الأزمنة شيء أساسي لأي شخص بيتعلم الألمانية، لأن من غيرهم مش هنقدر نحكي عن اللي حصل ولا اللي بيحصل ولا اللي هيحصل. استعدوا معايا وخلونا نبدأ الدرس. أولاً، المضارع presence، يستخدم ل أشياء تحدث الآن، الحقائق، المستقبل القريب. مثال: Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. Ich lerne Deutsch. أنا أتعلم الألمانية. 2. Präteritum، الماضي البسيط، يستخدم أكثر في الكتابة قصص صحف، أشياء حدثت وانتهت. مثال: Ich lernte Deutsch. Ich lernte Deutsch. Ich lernte Deutsch. كنت أتعلم الألمانية. 3. Perfect، الماضي التام، يستخدم في المحادثة. أحداث حصلت في الماضي ولها علاقة بالحاضر. مثال: Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. Ich habe Deutsch gelernt. لقد تعلمت الألمانية. 4. Futur 1، المستقبل، للتحدث عن المستقبل، خطط أو توقعات. مثال: Ich werde Deutsch lernen. Ich werde Deutsch lernen. Ich werde Deutsch lernen. سوف أتعلم الألمانية. مقارنة سريعة. Präsens، الفعل في المضارع. Ich lerne Deutsch. أنا أتعلم الألمانية. Präteritum، الفعل في الماضي البسيط. Ich lernte Deutsch. كنت أتعلم الألمانية. Perfekt، فعل مساعد plus Partizip 2. Ich habe Deutsch gelernt. لقد تعلمت الألمانية. Futur 1، werde plus مصدر الفعل. Ich werde Deutsch lernen. سوف أتعلم الألمانية. ملاحظات سريعة. في الكلام اليومي الناس تستخدم perfect أكثر من präteritum. في الكتابة والروايات präteritum هو الأكثر شيوعاً. Futur 1 مش شائع جداً لأن presence يستخدم أحياناً للمستقبل.
بعد ما عرفنا القواعد الأساسية لكل زمن في اللغة الألمانية، دلوقتي جه وقت التطبيق. في الجزء ده هنعرض مجموعة أمثلة بسيطة ومترجمة تساعدك تفهم الأزمنة بشكل عملي. حاول تقرأ الجمل بصوت عالي وتكررها علشان تثبت في دماغك. Präsens المضارع. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. Ich gehe zur Schule. أنا أذهب إلى المدرسة. Wir essen Pizza. Wir essen Pizza. Wir essen Pizza. نحن نأكل بيتزا. Präteritum الماضي البسيط. Er spielte Fußball. Er spielte Fußball. Er spielte Fußball. هو لعب كرة القدم. Sie las ein Buch. Sie las ein Buch. Sie las ein Buch. هي قرأت كتاباً. Perfekt. الماضي التام. Ich habe einen Film gesehen. Ich habe einen Film gesehen. Ich habe einen Film gesehen. لقد شاهدت فيلماً. Wir sind nach Berlin gefahren. Wir sind nach Berlin gefahren. Wir sind nach Berlin gefahren. لقد ذهبنا إلى برلين. Futur 1 المستقبل. Ich werde morgen arbeiten. Ich werde morgen arbeiten. Ich werde morgen arbeiten. سوف أعمل غداً. Sie werden nach Deutschland reisen. Sie werden nach Deutschland reisen. Sie werden nach Deutschland reisen. سيسافرون إلى ألمانيا. نصائح لاستخدام الأمثلة. حاول تركب جمل زيهم بمفردك. احفظ جملتين على الأقل من كل زمن. كرر بصوت عالي قدام المراية أو مع صاحب.